هاي، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير، واهلا بيكم في قناة البنات. وحشتوني جدا و... والنهاردة الفيديو هيكون يعني يا رب يكون لطيف وتحبوه. النهاردة هقدم في الفيديو التحف بتاعتي بتاعة الريسبشن. حبيت ان انا اصورها لكم لان الحاجات دي انا عارفة ان هي بتهم البنات جدا و... واحنا بنحبها قوي. والحاجات دي فعلا بتدي شكل تاني للمكان اللي احنا هنحطه فيها. زي ما انتوا شايفين كده، ده الطقم اللي انا جايباه للريسبشن عندي. هو لونه نبيتي كده. وده يا بنات بيكون شكله اهو، يا رب يكون واضح في الكاميرا. دلوقتي انا هوريكم قطعة قطعة عن قرب علشان تشوفوا شكلها كويس. ويلا نبتدي مع اول قطعة. كده يا بنات انا حطيتها لكم على يعني على هيئة جروبات كده، علشان خاطر اوريكم انا كل القطع دي انا هحطها فين واماكنها هيكون فين. ده اول كده جروب اللي هو هيبقى الساعة دي، ومعاها الاتنين شمعدان دول. دول هيكون مكانهم على الكونسول عندي في الريسبشن. القطعة دي بيبقى شكلها كده يا بنات. دي قطعة الساعة. آه، شكلها حلو جدا وكبيرة. بصوا. وطبعا انا جبتهم اكتر لونين بحبهم اللي هما النبيتي والذهبي. ده بيكون شكلها. والساعة دي على فكرة يا بنات بتتخلع كده، بتتشال وبتتظبط. رجعت لكم تاني يا بنات، معلش عشان الاذان بس. فده اللي هي القطعه اللي هي الساعه زي ما قلت لكم. ده بيكون شكلها كده يا بنات. وبيجي معاها يعني القطعتين دول جبتهم كمان معاها علشان احطهم على الكونسول. ده الشمعدان. هنا مكان الشمعة طبعا اللي بتتحط فيها. بيكون شكله كده، هو جاي من فوق بشكل وردة كده زي ما انتوا شايفين، وجاي رفيع، ومن تحت جاي كده عريض. القاعدة بتاعته عريضة كده، وده شكله. وبيجي معاه بقى هنا رسومات ورود كده، بوكيه ورد كده في نصه. فشكله حلو قوي يا بنات. الحاجات دي بصراحة. وده التاني برضو. الاتنين طبعا شكل بعض، لازم نجيبهم طالما هنحطهم في مكان واحد، يبقى لازم نجيبهم شكل بعض. اهو ده كده شكله. دلوقتي هبعدهم واجيب لكم القطع التانية اللي هحطها في الاماكن اللي هقول لكم عليها. ثواني خليكم معايا. كده بنات، ده الجزء التاني من الطقم. ده هيكون مكانه على البوفيه بتاع السفرة. هو بيجي برضو كده. ده شكله. ده شكل الشمعدان. هو كده شكله جاي كده من فوق. وبرضو بيتحط فيه ده مكان الشمع. وبيكون شكله كده من هنا كده جاي بومبي شوية، وجاي من تحت رفيع كده. والقاعدة بتاعته شكلها حلو قوي. آم، شكله حلو قوي الطقم ده بصراحة. وبرضو في بوكيه كده الورد. ده برضو جبت منه قطعة كمان. كده. ده شكله كده يا بنات اهو. ده طبعا فل، لان الحاجات دي كلها بتيجي متغلفه في كراتين وفل كويس جدا، علشان خاطر طبعا سهله ان هي تتكسر. ودي القطعه اللي في النص. دي كده بيجي شكلها، هي بتتفتح كده يا بنات اهو. ده الغطا بتاعها. القطعه دي حلوه قوي. وبيكون كده شكلها من هنا. هحاول ان انا ارفعها لكم. برضو شكلها كده وجايبه من تحت. شوفوا هي تقيله قوي بصراحه، مش قادره اشيلها بس عشان تشوفوها. ودي ايودها. لا هنزلك بقى لانك تقيله بجد. دي ايودها اهو. شكلها حلو قوي. بيبقى الحاجات دي شكلها فعلا بتدي شكل حلو جدا للسفرة. بس هقول لكم حاجة. الحاجات دي ما ينفعش طبعا للي شقتها تعملها مودرن. المودرن ليه حاجاته وليه الاكسسوارات بتاعته وليه التحف بتاعته، انما الحاجات دي لان انا شقتي ان شاء الله هتبقى كلاسيك، فمش جايبه لها حاجات مودرن. دي الحاجات اللي تليق معاها اكتر.
وكان في من الانواع دي اللي هي الكلاسيك اللي المودرن بس، قصدي الكلاسيك بس بيبقى فيها ستراس وحاجات كده انا مش بحبها. فالحاجات دي بتبقى في الكلاسيك احسن لانها شكلها قديم كده وعتيق، فالحاجات دي بتليق اكتر. زي ما قلت لكم دي اللي انا هحطها على البوفيه، ده بيكون شكلها يا بنات اهو، والغطا بتاعها اهو. هشيل دول برضو هركنهم كده على جنب واجيب لكم القطع التانية، خليكم معايا. دول كده بنات، هما فازتين كده، هما مش فازات، هما يعني مش عارفة بصراحة دول يعني اسمهم ايه. بصوا ده شكلهم، هما طوال قوي يا بنات على فكرة، جايز الكاميرا مش بتبين الأحجام الطبيعية كده للحاجات، بس هما طوال، يعني حجمهم كويس جدا. بيجي كده أشكالهم، وبيجي بصوا من فوق كده، ده بيجي شكلها ثواني هبعد ده اهو. بيكون شكله كده، ومن فوق بصوا الحاجات بتاعته دي من فوق شكلها حلو قوي اهو. ودي ايوده برضو، شوفوا كلها حاجات وشغل كده، بصراحة حلو جدا الطقم ده. وبيجي برضو في بوكيه ورد كده، كلهم شكل واحد، الطقم كله انا جايباه شكل واحد. ودي القاعدة بتاعته من تحت اهي. ده مكانهم هيبقى ان شاء الله على التقاطيع بتاعة الصالون. جبت طبعا اتنين، يعني اتنين اهمت ثواني، علشان طبعا الطقطوقتين يتحط عليهم كل طقطوقة قطعة منهم. فشكلها هيبقى حلو قوي، وهيبقى شكلها يعني حلو مع بعض. هما شكل بعض بالظبط، يعني الاتنين دول شكل بعض بالظبط. دلوقتي بقى على فكرة يا بنات، آه، السفرة انا جايبه لها طبق فاكهة نفس الحاجات دي، يعني نفس الطقم، بس هي مكانها بصراحة مش معاهم، مكانها يعني بعيد عني شوية، فمعرفتش اطلعهم، وبصراحة أنا تعبت جدا على بال ما طلعت الحاجات دي. بس حبيت طبعا ان انتوا تاخدوا عنها فكرة، لان انا عارفة ان البنات بتحب الحاجات دي جدا. ودلوقتي هوريكم بقى القطعة التانية. ثواني خليكم معايا. دول بقى يا بنات الحاجات دي اللي هتتحط ان شاء الله على الترابيزة بتاعة الصالون. دي طبعا كده البونبونيرة، ده شكلها كده، هوريها لكم دلوقتي. ده شكل البونبونيرة كده يا بنات برضو، بصوا ده الغطا بتاعها اهو، ده الغطا. وده بيكون شكلها كده، وهي ليها من تحت كده شكلها بيكون ليها رجول كده اهو. شكلها بيبقى لذيذ قوي وحلوة جدا. ولما هيتحط فيها ان شاء الله يعني الشوكولاتات وكده. فالقطعة دي طبعا احنا عارفين ان احنا لازم نجيب بونبونيرة. آه، ودي طبعا الطفايات. ده كده الطفايات بتاعتهم، بصوا شكلها برضو حلو قوي. بصوا ليها كده برضو الرجول. وده بيكون كده شكلها من جوه برضو فيها البوكيه كده، اللي هو بوكيه الورد اللي على كل الطقم اهو. وجبت منها اتنين. وده القطعة دي اللي بيتحط فيها المناديل، اللي هي علبة المناديل الكفر. برضو بيكون شكلها حلو، وبتكون برضو جاية كده برجول كده، وشوفوا لونها حلو جدا ازاي. وبتيجي برضو بالبوكيه الورد. فده اللي انا هحطه ان شاء الله على ترابيزة الصالون. كده يا بنات، كان الفيديو بتاع النهاردة. ده كده شكل الطقم كله مع بعضه. دي القطع اهو. ده كان فيديو النهارده يا بنات، يا رب يكون الفيديو عجبكم، ويا ريت ما كنتش طولت عليكم علشان ما تزهقوش. مستنيه تعليقاتكم، واي حاجه انتوا عايزين تسالوا عليها انا هجاوب عليها على طول. وبحبكم جدا، وبرضو حابه ان انا اشكركم
بصراحة أنا محظوظة جدا بيكو، لأن كل الناس اللي عندي في القناة، وكل اللي بيعلقولي بجد كلهم ذوق وناس شيك جدا ومحترمين جدا جدا، وتعليقاتكم كلها حلوة وجميلة زيكم بالظبط. وبحبكم جدا يا بنات والله. ويا رب يكون الفيديو تاني عجبكم، ويا ريت ما تنسونيش في اللايك وسبسكرايب، وفي كده جرس كده يا ريت تتكوا عليه علشان خاطر اي حاجة انزلها تتفرجوا عليها ويجيلكوا اشعار بيها. فخلاص كده الفيديو خلص، ويا رب ما اكونش تاني طولت عليكم، واسفة جدا لو كنت طولت، وبحبكم جدا، وباي باي.